السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورد خبر عاجل بخصوص دوام المدارس، اتمنى تشاهدون الفيديو للنهاية على مود تفهمون الخبر بصورة جيدة، لانه انا راح اقرا الخبر ومن بعدها اوضح الخبر. خبر عاجل: خلية الازمة النيابية، هذا موقفنا من كورونا المدارس وتأجيلها بهذه الحالة. في حالة تزايد أعداد الإصابات سندعو وزارة التربية إلى مراجعة موقفها من العام الدراسي، مبينا أن توقعاتنا كانت حاضرة في إغلاق بعض المدارس، إلا أن في ظل هذه الأعداد أمر الإغلاق مستبعد لأن الوضع تحت السيطرة. توضيح لهذا الخبر: طلاب خلية الأزمة يقولون بأنه حاليا ماكو تأجيل للدراسة، ماكو تأجيل للعام الدراسي ولا إغلاق للمدارس. ليش؟ لأنه الوضع تحت السيطرة، ماكو أعداد قوية بإصابات كورونا. لكن بالأيام القادمة إذا ازدادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا سندعو وزارة التربية إلى مراجعة موقفها من العام الدراسي الحالي. يعني احتمال بالأيام القادمة إذا ازدادت الإصابات بفيروس كورونا لا سامح الله راح تتأجل الدراسة وتنغلق المدارس وما نعرف يمتى ترجع. لكن إذا بقى الوضع يعني تحت السيطرة على ما هو، فإن شاء الله ماكو أي تأجيل، والدراسة باقي يوم واحد بالأسبوع لكل مرحلة دراسية. فإن شاء الله بالأيام القادمة راح نعرف أما راح تتأجل المدرسة، أما راح تبقى المدارس، أما راح تبقى ويرجع الدوام طبيعي. فكل هذه الأمور بالأيام القادمة إن شاء الله راح نعرفها. بهذا الوقت الدوام هو يوم واحد لكل مرحلة دراسية بالمدرسة، وباقي الأيام هو عبر الإنترنت الإلكتروني. هذا كل ما كان يخص خبرنا لهذا اليوم. إن شاء الله استفادتم من الخبر هذا، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. تقبلوا تحياتي.